ما تضيعناش معاك بقى، اه ما تضيعناش معاك بقى. حبيب الكل يا شيكا والله، حبيب الكل، وتاريخ ومشوار ورحلة ونجاحات ومحبة وموهبة ومهارة. ما كانش لسه فيها سنة كمان؟ سنة يا عم عشان الناس اللي بتحبك. قلت لك من سنه ايمن اللي انا دي هتبقى اخر سنه ليا. سنة واحدة. حاسس ان انا اديت كل حاجه، آه، وحاسس ان الرحله قفلت حلو، وجمهور الزمالك مبسوط، وحسيت ان انا عملت كل حاجه في نادي الزمالك. مش هقدر ادي تاني بقى. مين قالك انك مش هتقدر تاني تدي؟ انا قلت النصر. قعدوا معاك ناس كتير حاولوا يقنعوك. بس انا كنت واخد القرار يا ايمن. ليه؟ ليه؟ ليه زي ما في ناس واقفة جنبك وحواليك شايفة انه لأ، لسه فاضل فيها واخر حبات الحلاوة والمتعة والكورة. سنة الحياة وده الطبيعي يا ايمن في الكورة. هيجي لك وقت تقول للناس خلاص، وان شاء الله نادي الزمالك يقدم لنا 100 شيكابالا تاني، ونادي الزمالك يقدر اللي هو يعمل كده، وجمهور نادي الزمالك يقدر يعمل كده، وان شاء الله يطلع لنا شيكابالا جديد ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يطلع شيكابالا جديد. سنه كامله في نفس المكان قلت لي انا واخد القرار السنه دي هي اخر سنه. البعض كان عشمان انه السنه دي ما تبقاش اخر سنه، ثم عرفت انه انت خلاص. اتكلمنا مع بعض وقلت لي ابراهيم انا الموضوع بالنسبه لي منتهي، لكنه حصل لما سجلت ضربه الجزاء في نهائي الكاس، والجمهور الزمالك كله طار من الفرحه، مش بس عشان البطوله، عشان هي جت برجليك انت. واحنا عارفين قد ايه مدى صعوبه تسديد ركلات الجزاء بالنسبه لك. كل جمهور الزمالك كان واقف على رجله، مش بس عشان عايز يكسب البطوله، انما عشان انت اللي تجيب الجول. ناس تخيلت ان لو شيكابالا هيعتزل هيروح يحيي الجمهور ويلقي التحيه. رحت بعبد الشافي فخلت الناس عشمت. ايه اللي حصل؟ انا السيناريو كنت حاطه في دماغي يا ايمن. انا عندي فرصه ان انا اودع الناس بشكل تاني، في اعمل ماتش اعتزال، هيبقى ليا الوقت اللي انا احييهم والناس ونفرح مع بعض وننبسط. بس عبد الشافي انا حسيت اللي هو مش مايل اللي هو يعمل ماتش اعتزال، فكان اليوم ده حسيت اللي هو لازم يفضل